outside. Copy. كيف ما كنعرفوا الارض الشكل ديالها كروي واللي كنعرفوها عن طريق شركه ناسا الامريكيه، ولكن مؤخرا بزاف ديال الصفحات والقنوات خرجوا تصريحات كيقولوا على ان شركه ناسا غير كتكذب، والشكل ديال الارض والصور ديال الكواكب غير كذوب، وناسا هي اللي اخترعت هاد الصور هاد. في هذا الفيديو غنشوفوا شركه ناسا واش بصح عندها الحق ولا غير كتكذب، وغنشوفوا الارض واش بصح مسطحه او كرويه، وغنشوفوا الدين ديالنا الاسلامي والقران شنو قال على الشكل ديال الارض. هادشي اللي كامل غنشوفوا في هذا الفيديو. نبداو. See here is thousands of galaxies all the way almost to the edge of the universe. كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها. إلا رجعنا للقاموس ديال اللغة العربية ونشوفوا الكلمة دحاها شنو المعنى ديالها، قال العلماء دحاها يعني بسط ووسع، وعندها معنى آخر يعني كور. بجوج بيهم عندهم نفس المعنى. وجات آية أخرى واللي كتقول: وإلى الأرض كيف سطحت. سطحت يعني سطحية. واللي قالوا علماء التفسير سطحت يعني سهل المشي عليها، ومددناها واللي كتعني على انها سطحيه، مثلا مد الاراضي، مد الاوديه والصحراء. القران ما عطانا حتى شي ايه اللي كتدل على ان الارض سطحيه او كرويه، لان كما كنعرفوا القران هو الدستور ديال الحياه. اما بالنسبه للعلماء وشركه ناسا الامريكيه، والصور اللي كنشوفوا ديال الكواكب وديال الارض فهما صور ماشي حقيقيين 100%. يزيدوا عليهم بزاف ديال التعديلات، يعني بزاف ديال المونتاج. وكيف ما كيقولوا بزاف ديال الصفحات والقنوات على ان شركه ناسا ما عمرها ما طلعت للفضاء، وان داك الصور فقط اخترعوها وصافي. وصعب على شي انسان على انه يفوت السماء ويشوف كواكب اخرى، كما قال الله عز وجل في القران الكريم: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان. فالارض واش كرويه او لا سطحيه بالنسبه للاسلام ما عطانا حتى شي دليل قطعي على الشكل ديال الارض. وبالنسبه للعلماء عطاونا حقيقه علميه على ان الشكل ديال الارض كرويه اللي حنا كنعرفوها كاملين. ولكن بعد سنين جات هضره كثير على ان شركه ناسا غير كتكذب وما عمرها طلعت الفضاء، وداك الصور اللي كنشوفوا ديال الكواكب والارض ماشي حقيقيه، وهي فعلا ماشي حقيقيه 100%. فهذا ماشي دليل قطعي على اننا نقولوا الارض سطحيه او الارض كرويه، والله اعلم. هذا ما كان اليوم، نتلاقاو في فيديو المجيد ان شاء الله. ما تنساوش واحد لايك وابوني. الله.